كتير قوي كتير وحطيته مع فلوس. المجال ده بتشوف فيه كتير. وفي منهم ايه اللي بتدور عليه ككواليتيز في فاوندر بقى، لو حتى مش شرط تكنيكال، بيسمع ولا ما يسمعش، عنيد ولا لا. خلي بالك انت في ولا انت عاوز العنيد ولا عاوز الحد اللي بيقعد يقول لك على كل حاجه. صح، انت عاوز حد يبقى عنده بيدبيت معاك اكشلي وشايف يعني صح. يعني في وجهات نظر مختلفه، بس في الاول وفي الاخر عنده القابليه انه يسمع. يعني لو انت قلت حاجه فاليد هو يقتنع بيها ونكمل، او العكس صحيح ان هو يقنعك بحاجه. فدي بالنسبه لي مهمه جدا. والترانسبيرنسي بقى اثكس، الشخص ده كان يو تراست يعني تعرف تشاركه زي ما علي قال، دي جوازه at the end of the day. وحاجه ثانيه اثينك مهمه قوي از ان انت في ستارت اب انت you're doing something very difficult ونسبه النجاح بتاعتها واطيه statistically يعني في لوكات. فانت لازم دايما you always have an uphill battle. فانت بتقنع investors يصدقوا فيك في مهمة صعبة جدا، بتقنع موظفين يسيبوا حياتهم وشغلهم وياخدوا معاك ريسك. فهل الشخص ده عنده الإمكانية to inspire and make people believe؟ فهاو do they عارف في زي اكس فاكتور كده، الشخص ده عارف يبهر اللي حواليه ويخليهم يصدقوا في الحلم بتاعه أو بتاعها وينطوا معاه على المركب في حاجة that is quite risky. صح. وقعتوا في حد قبل كده كلام اكتر من كتير قوي كتير وحطيته مع فلوس. المجال ده بتشوف فيه كتير. وفي منهم في منهم الدنيا ما مشيتش لان هو فعلا بيتكلم كويس قوي. اقول لك حاجه، وفي ناس بتفاجئك العكس. يعني انت مشيت معاه وحطيت معاه فلوس، بس لما شاركته هو اقوى بكتير من ما انت كنت متخيل. ايوه يعني مش دايما احسن حد بيتكلم بيبقى اشطر حد. صح.